هلو. صباح مليان خير وبركة وسعادة. صباح الفل عليكم كلكم. ولسه هدايانا جميلة ومختلفة، وهديتنا النهاردة مش هتاخد أكتر من 5 دقايق في عمايلها، والنتيجة واو. والحقيقة إن هدية المرة دي محببة على قلبي أنا شخصيا، لأن فيها ورد وقهوة، والاتنين دول بياخدوني في حتة تانية خالص. بس لو أول مرة ليكم معانا فأنا لانو، أهلا بيكم معانا، نورتونا على قناة جليتر داي، وأتمنى تتابعوني دايما. وكفاية كلام كتير ويلا بينا نبتدي. قبل ما انزل لازم ناخد معانا شوية حاجات عشان مش هقدر ارجع للبيت مرة تانية. هناخد معانا شريط ستان، مقص وقلم رصاص، دي غطيان كوبايات بلاستيك، ودي مهمة جدا لان هشتري السبونج الاخضر وهبله، فلازم يكون جوه حاجة عشان ما يبلش الدنيا او يبل الكرتونة بتاعة القهوة. بالفيس واللزق ده انا هاخده معايا احتياطي، رفان عشان نلف بيه الهدايا في الاخر، ازازة مية عشان نبل الاسبونج الاخضر، اخر حاجة واللي دايما بتحرك بيها النوت بوك بتاعتي، دي دايما بكتب فيها التودو ليست المفروض اعملها، بس كمان النهاردة كتبت فيها التشيك ليست للتصوير اللي انا هعمله النهاردة. عادة انا مش بكتب التشيك ليست مع التودو ليست غير لو انا دي حاجة مهمة جدا انا عاوزاها تفضل معايا طول اليوم، والموضوع ده بيفيدني في حاجتين، اني بفضي دماغي خالص، ما بحتاجش ان انا افكر نفسي كل شوية انا المفروض اعمل ايه بعد كده. تاني اني ما بنساش اي حاجة من المفروض اعملها، يا دوب اخلص حاجة اروح عاملة تشيك وابص على اللي بعدها على طول، واركز في اللي انا بعمله دلوقتي. انا كده خلصت كل حاجة انا محتاجاها، ويلا بينا نخرج نشتري حاجاتنا مع بعض. واول حاجة هنروح على محل الورد اشتري الورد اللي محتاجينه. وصلنا خلاص على محل الورد، يلا بينا ندخل مع بعض. في انواع ورد كتير جدا وكلهم جمال وحلوين قوي، بس واحنا بنشتري لازم ناخد بالنا من حاجتين مهمين. اولا نشتري ورد بحجم كبير وده هيكون الاساس معانا، والتاني ورد بحجم صغير وده عشان نملى بيه الفراغات. مهم جدا جدا ان احنا نملى الفراغات ونجيب ورد صغير، لان هو دوت اللي هيدي الشكل النهائي للبوكيه بتاعنا، وهيخلي شكل البوكيه كثيف وحلو. انا خلاص طلعت من المحل وعايزه اوريكم اللي انا اخترته. ده الورد الكبير واخترته ابيض، وده الورد الصغير لونه اصفر، عجبني جدا وحسيته هيبقى فيه اشراقه وهيدي ضي حلو للبوكيه. دلوقتي هنتحرك عشان نجيب القهوه مع بعض، والتوصيه كانت على ستاربكس. يلا ندخل نطلب الاوردر ونستلمه مع بعض.
ميرسي يا قمر. أب. شكرا. ده الاوردر بتاعنا، بس حاجة مهمة لازم تطلبوها وانتوا بتعملوا الاوردر، انكم تطلبوه سخن جدا. في العادي بيعملوه دافي مش سخن خالص، ده اوبشن انتوا لازم تزودوه في الاوردر. واحنا بما اننا هنشتغل عليه ولسه محتاجين وقت عشان نرتب الهدية، صحيح مش هناخد وقت كتير، يا دوبك 10 دقايق في الترتيب، بس برضو احنا مش عايزين الهدية تبقى باردة، احنا عاوزينها تبقى دافية زي ما بتطلع من ستاربكس بالظبط. هعترف لكم على حاجة، انا كمان طلبت لنفسي قهوة، بس برضو لازم ادلع نفسي انا كمان. اهم حاجة قبل ما نتحرك بالعربية لازم نحط القهوة في الدواسة، ده أأمن مكان ممكن نحطها فيه، كده هتوصل سليمة ومش هتدلق مننا. ودلوقتي هبتدي اتحرك، هروح على بارك قريبة مني ونعمل فيها الهدية. وصلنا خلاص، بس قبل ما نبتدي حابة اوريكم البارك الصغيرة دي، جميلة والجو جميل الحقيقة النهاردة. بصراحة مبسوطة جدا ان انا هشتغل هنا. معانا هنا السبونج الاخضر، هقصه بالمقص بالشكل ده، وبعد كده هاخد شكل دائري اللي انا محتاجاه وبرضه هقصه على نفس الشكل بكل سهولة. انا بليت السبونج الاخضر بالمية وهبتدي اثبته بالشكل ده بالدبل فيس. صحيح قولولي انتوا بتحبوا الستايل ده من الفيديوهات اللي هو فلوج ستايل؟ لو حابينه او لا ياريت تكتبولي في الكومنتات تحت، لان ده بيساعدني اقدر اعرف الحاجات اللي انتوا بتحبوها. وطبعا مش عارفة اوصف لكم قد ايه الكومنتات والتعليقات بتفيدني كتير، ده غير كلامكم الجميل المشجع جدا اللي بجد بيفرق معايا وبيعني لي كتير جدا. خلاص كده مش محتاجين اي حاجة تاني، هبتدي دلوقتي اشتغل بالورد. جربت في الاول الورد مع بعضه، بصراحة شكله لطيف جدا. دلوقتي هبتدي اوزع الورد الكبير الاول وبعدها هملى الفراغات بالورد الصغير.
طبعا التنسيق على حسب ذوقكم واللي انتوا ترتاحوا له، بس انا عملت هنا كل اللي عملته ان انا وزعت الورد الكبير بالتساوي، وبعد كده ابتديت املى الفراغات بالورد الصغير والفروع الخضراء. الحقيقة كمان ان الفروع الخضراء الصغيرة ديت ادوا شكل لطيف جدا وعجبني قوي. وبس كده، وده الشكل النهائي قبل ما نلف الهدية بالسلوفان. هنلف الهدية بالسلوفان، وانا لفيت معاكم الهدية قبل كده بالسلوفان وشرحتها بالتفصيل في الفيديو اللي فات. لو حابين تشوفوه بالتفصيل هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. بس باختصار هنقص السلوفان واحد بالطول واحد بالعرض، دبل المقاس اللي احنا محتاجينه، وبعد كده هنلم كل الاطراف مع بعض وبس كده. وده الشكل النهائي للهدية، وبكده احنا مستعدين نسلم الهدية لأصحابها. ميرسي جدا على وجودكم معايا النهاردة، وأشوفكم على خير المرة الجاية.